تعالوا نتعلم ازاي نشتري كتب بتاعت مدرسين على اليوتيوب وعلى المنصات من على موقع بوكستور. صل على حبيبك ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. رجعنا لكم مرة أخرى. موقع بوك ستور غني عن التعريف. الموقع ده بيوفر كتب لجميع المراحل الثانوية العامة. ده موجود عليه كل الكتب. بس انت تخش على جوجل، هتكتب في السيرش بوك ستور. تكتب في السيرش بوك ستور، بوك ستور. بعد ما تكتب بوك ستور هتضغط انتر، وبعد كده هتلاقي في أول الصفحة هتلاقي كلمة بوك ستور، هتضغط عليها أول واحدة. بوك ستور هتضغط عليها، هيدخلك على الصفحة دي، صفحة بوك ستور. آه، الموقع ده بتوفر عليه كل الكتب لجميع المراحل الثانوية. جميع المدرسين اليوتيوب والمنصات لما تيجي تشتري كتب منهم اونلاين بتشتريها من على الموقع ده. عندك هنا انشاء حساب وسجل دخول. سجل الدخول دي لو انت عامل حساب قبل كده، اما انشاء حساب لو انت اول مرة تعمل حساب. هندخل على انشاء حساب الاول ونعمل حساب جديد. هدخلنا على الصفحة دي، هتكتب اسمك الأول، وليكن هنكتب محمد، وهنكتب في الاسم الأخير محمود مثلا وليكن. وبعد كده أهم حاجة بقى تركز في رقم الهاتف، عشان ده هما اللي هيتواصلوا معاك من خلاله لما تيجي تشتري أي كتاب. هما بيتواصلوا عليك من خلال الرقم الهاتف دوت. وبعد كده بتكتب كلمة السر. كلمة السر ممكن تكتب أي كلمة مثلا، تكتب رقم تليفون، تكتب أي رقم عادي كلمة السر. وبعد ما تكتبها فوق وتروح مكرر كلمة السر اللي انت كتبتها دلوقتي، تكتبها في إعادة كلمة السر. وبعد كده تكتب إنشاء حساب. أول ما تضغط على إنشاء حساب، مبروك عليك، انت كده عملت إنشاء حساب. بس أنا عشان أنا مسجل، فأنا هدخل على سجل دخول عشان أنا عامل حساب قبل كده. تمام. هدخل أكتب رقم الهاتف الشخص بتاعي اللي هما بيتواصلوا بيه من خلاله. وبعد كده بكتب كلمة السر اللي أنا كنت كاتبها. بس اهم حاجه كلمه السر اللي انت هتكتبها لازم أن تكون حافظها. يا ريت تكتب رقم تليفون عشان مش تنساها. تم تسجيل الدخول بنجاح، هنضغط حسنا. تمام. اول ما نضغط حسنا هيوصل لنا الصفحه بوك ستور تاني من جديد. وكده احنا عاملين حساب مكتوب هنا مرحبا محمد، اللي هو ده حسابي. بوك ستور ده عندك الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي، وعندك الصف الثالث الثانوي لجميع الكتب اللي انت عايزها. في اول الصفحه بتلاقي الكتب الواصله حديثا، يعني اللي لسه نازله على الموقع جديد. الكتب الواصله حديثا دي اللي موجوده على الموقع، لسه نازله على الموقع جديد. بس المشكله في النت هنا، النت ضعيف قوي، فمعلش استحملوني، هو النت ضعيف، هنعمل ايه بالظبط. عندك هنا الكتاب، وليكن كتاب الترم التاني AI لغة إنجليزية A1. وعندك فرنساوي، ولكن احنا هنختار كتاب أزهر، كتاب العضوية أزهر خالد صقر بتاع تالتة ثانوي، هنختاره وليكن عشان نشتريه كمثال كده نوضح الفكرة. أول ما نختار كتاب الأزهر كتاب العضوية، بنروح دخلنا على الصفحة بتاعة الكتاب بتاعه، فبيقول لك ده كتاب عضوية أزهر خالد صقر صف ثالث ثانوي. ننزل تحت بتلاقي أضف إلى عربة التسوق، بتروح ضايفينها إلى عربة التسوق. ليه؟ عشان نشتريه. هندوس أضف إلى عربة التسوق، هيحمل. تم تنفيذ طلبك بنجاح. كده تمت الإضافة. بص هنلاحظ إن السلة بقت عليها رقم واحد، هندوس عليها اللي هي الكتاب اللي احنا اشتريناه، هنضغط عليها، هيحولنا مباشرة على عربة التسوق اللي احنا اشتريناه. هننزل تحت هنلاقي كلمة مراجعة الفاتورة والذهاب للدفع. مراجعة الفاتورة والذهاب للدفع. كتاب العضوية عامل 117 جنيه. تمام. هندخل على مراجعة الفاتورة، هنجيب لي بيانات الاستلام، اسمي وهاتفي والمحافظة بتاعتي والمركز والعنوان بتاعي والهاتف البديل اللي احنا ممكن لو الهاتف بتاعي مثلا لو كان تليفوني مقفول. وهنا بقول لك اسم الكتاب كذا، السعر كذا. هناخد مصاريف الشحن. مصاريف الشحن غالية شوية، بياخدوا 50 جنيه.
فانا بصراحة مش حابب الموضوع ده. هو بياخده 50 جنيه كتير، ده السعر 50 جنيه، والاجمالي هياخد منك 167 جنيه. هندخل على تأكيد الطلب والذهاب للدفع عشان ندفع وتوصل لنا المذكرة ان شاء الله. وبعد كده هيحولنا على الصفحة اللي انتوا شايفينها دي. اول ما يحولك على الصفحة اللي انت شايفينها هيجيلك رسالة على التليفون يقولك ان في على الموقع ده انت عايز تدفع حاجة اهو. زي ما انتوا شايفين وصلت لنا الرسالة على التليفون دلوقتي بيقولك انت دخلت على ده، لو انت عايز تدفع اضغط على الرابط ده. بس احنا مش بنعمله احنا بنعمله من الصفحة ده اهي. تمام. هننزل في الصفحة ديت، هو بوريك رقم الهاتف اهوت، ده رقم الهاتف، وبيقول لك والله انت هتدفع الاجمالي التوتال كله 167 جنيه. 167 جنيه ده التوتال اللي هو المحصلة. وعندك عايزين ندفع بقى، هندخل على باي ناو. ادفع الآن، باي ناو. أول ما يدخلك في طريقتين، فوري وفيزا، ولكن اختار فيزا الأول. عندك الفيزا، عندك هنا الأول خيار اللي هو بتاع النيم، بتكتب اسم الفيزا أو بتكتب اسمك أنت، وكارد نمبر اللي هو رقم الفيزا اللي هو الرقم اللي بيكون في النص ده، والمانس اللي هو انتهاء الصلاحية، والسي في في اللي هو الرقم السري. وبعد كده بتدفع، بروح واخدين بقى الفلوس من الفيزا اللي انت عاملها. هنشرح في وقت تاني ازاي تعمل فيزا. لو انت عايز تدفع من فوري فبتضغط على فوري، وبعد كده بتضغط على الزر الازرق اللي انت شايفه دوت. هتضغط عليه هيجيب لك رقم، الرقم دوت بقى انت ده مهم جدا جدا، هتاخده سكرين. ليه؟ هنا اول ما تدخل على الصفحه دي بيوصل لك رساله من على فوري بي، بيقول لك خد الرقم ده هتروح لفوري وتشحنه. بس بيقول لك اخر موعد هيكون يوم 4/3. اخر موعد 4/3 لازم تدفع الرقم ده قبل 4/3. هتروح للاستاذ اللي عنده خدمه فوري تقول له والله انا عايز اعمل خدمه فوري، عايز ادفع فاتوره على الرقم ده. هيروح واخد منك الرقم دوت، وبعد كده ايه، هيقول لك الفاتوره 167 جنيه. هتدفع ال 167 جنيه، هتطلع الفاتوره وكده انت دفعت الفلوس. بس كده، هي بسيطه وسهله جدا. فدي فوري وفي فيزا، بس هو هياخد منك 3 جنيه زياده عشان طبعا الفوري، فهو بياخد مصاريف 3، يعني ممكن ياخد منك 170 جنيه. فرجعنا للصفحه تاني، ممكن زي ما قلت لك تدفع من فيزا ومن على فوري، بس الافضل طبعا تدفع فيزا لو انت مش عايز تدفع 3 جنيه للراجل. كده دي الصفحة اللي احنا دفعنا من خلالها. وبعد كده بنرجع للصفحة البوكس تور. احنا بعد ما دفعنا وخلصنا نشرح بقى على موقع بوكس تور. بوكس تور ده فيه مذكرات، اي مذكرة، اي كتاب انت عايزه من اي مدرس، وليكن الاستاذ محمود مجدي. استاذ محمود مجدي ده مدرس فيزياء، اتكلمت عنه في فيديو سابق، هتلاقيه على القناة، ممكن تتصفح على القناة هتلاقي كنت بتكلم عنه. عندك كتب استاذ محمد صالح بتاع قناة بسطها لك، عنده مذكرة موجودة على الموقع ده. كل مذكرة انت عايزها بتلاقيها على الموقع ده، بتطلبها. ولكن مشكلة الموقع ده واللي انا مش عاجباني ان الشحن بتاعه غالي. يعني اي شحن بتطلبه من لو انت في اي محافظة بياخدوا 50 جنيه. 50 جنيه، ف50 جنيه كتير يعني، كتير. فبتلاقي بقى مدرسين من كل حتة. عندك الأستاذ خالد صقر، استاذ خالد صقر، عندك الاستاذ عبد الحميد، عندك الاستاذ وليد مصطفى، عندك مدرسين موت، عندك الاستاذ محمود مجدي، عندك الاستاذ احمد طارق. كل دي مذكرات بتنزل. لما يكون مش في مذكره، المذكره مش موجوده، فبيكتب لك العلامه الحمراء دي ويقول لك والله عفوا هنوفر المذكره دي قريبا. يعني هي معنى كده ان هي مش موجوده، بس احنا هنوفرها قريبا باذن الله. بعد ما تدفع للراجل الفلوس فبيديك فاتورة، بتاخد الرقم المكتوب على الشاشة ده دلوقتي وتتواصل معاه تقول لهم والله أنا دفعت الفلوس والفاتورة اهي. بعد ما تدفع بتروح بعتلك رسالة كده بتبعتها لأي حد بيدفع الفلوس، تقول لك والله بعد الدفع انت التوصيل من 3 ل5 أيام، و هيوصلك كذا. بعد كده بتجيلك رسالة من على موقع بواسطة، خلي بالك من الاسم، ويقول لك والله تعالى الرسالة تيجي النهاردة وفي رقم مكون من 4 أرقام اديه للمندوب لما يوصلك. بس كده. أتمنى تكون استفدت من الفيديو ده ولو بمعلومة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.